بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم ولايف جديد. كثيرون كانوا يتوقعون أن تصدر عقوبات ضد نبيل عماد دونجا لاعب نادي الزمالك، لاعب خط وسط نادي الزمالك، باعتبار أن اللائحة الجديدة التي تم إقرارها، قالوا لائحة العقوبات وضبط الجودة وحاجات كده كتير، كانت بتنص على ان اي جذب لقميص الحكم، مجرد جذب يعني مش شد بقى، يساوي ايقاف 4 مباريات بخلاف غرامه ماليه اعتقد 200,000 جنيه. طيب، لكن هذا لم يحدث، ولم يدون امين عمر في تقريره ان الكابتن نبيل عماد دونجا شد التيشيرت، وكل اللي عمله مع كل اعتراضات نبيل عماد دونجا طوال اللقاء، رغم انه كان نقطه ضعف واضحه جدا في نادي الزمالك، باعتراف كل او معظم الزملكاويه، انه اداله كارت اصفر. وبالتالي لما ظهرت العقوبات كان كل ما يتعلق بنبيل عماد دونجا هو الايقاف مباراه واحده لحصوله على 3 بطاقات صفراء خلال 5 ماتشات، وغرامه حوالي 50,000 جنيه تقريبا. يعني بسبب يعني ان هو خد الانذار التالت. طيب، بعض الناس قالت ان ده عشان البيان اللي عمله للزمالك. الزمالك كان عامل بيان اقل ما يوصف بيه انه هو يعني مثير للجدل. ناس قالت ان هو ناري، وناس قالت ان هو مولع، وناس قالت ان هو بيان قوي، وناس قالت ان هو بيان معرفش ايه. لكن لو انا قلت لكم البيان بيقول ايه بعد مباراه سيراميكا كليوباترا، وبعض الناس ممكن تقول لك احمد جلال عشان سيراميكا كليوباترا، بس انا يا جماعه مش لاقي حاجه يعني واضحه المعالم في الماتش ده. حتى الكره اللي الناس كانت بتقول ان يعني جت في ايد رجب نبيل، الراجل نازل بيرتكز بايده بالفعل، وما كانش بيمنع الكوره، ده هو بيقع، فطبيعي ان هو يقع على ايده، فالكوره اللي راحت لايده، ومع ذلك لم تؤثر على التمريره اللي اتعملت اساسا للاعب نادي الزمالك ناصر منسي، اللي سددها ونجح بسام ان هو يصدها. ومش هتكلم عن الكوره بتاعت هدف زلاكا اللي الغي، خلاص الحكم قال اوفسايد، والفيديو قال اوفسايد، سامي هلهل المساعد قال اوفسايد، وطاقم المحللين قال اوفسايد، تسلل، يبقى خلاص تسلل. لكن تخيل حضرتك لو كانت الكوره دي فعلا لنادي الزمالك، كان ايه اللي هيحصل؟ طوال اللقاء هل الزمالك كان الافضل؟ لا. فتحس ان كان في نوع من الغلوشه على الاداء السيء. ولما اقول اداء سيء هنا الناس تقول ايه يا عم انت ما هتكلمش على الاهلي؟ لا، هتكلم على الاهلي يا باشا، واحده واحده. بس انا بجيب من اخر قرار ده ايه؟ قرار لجنه المسابقات بتاع العقوبات، اكتفاء بتغريم للزمالك 200,000 جنيه بسبب تجاوزات جماهيره ضد الحكم، وضد النادي الاهلي اللي ما كانش بيلعب اصلا في الماتش ده، وضد بدلاء سيراميكا كليوباترا، اللي او يعني الناس اللي مسؤوله على سيراميكا كليوباترا اللي كانت موجوده في المدرجات وتعرضت لبعض المشكلات. طيب، تعالوا اقول لكم البيان اللي قاله نادي الزمالك من كام يوم، يعني كان فيه ايه. يعني قال لك ايه؟ 5 نقاط. طبعا الزمالك تقدم بشكوى رسميه لاتحاد الكره ورابطه الانديه بشان التجاوزات والاخطاء التحكيميه التي شهدتها المباريات الاخيره. مش عارف ايه هي التجاوزات، لكن هنمشي واحده واحده. 1. حرص الزمالك على ان نجاح المسابقات في اجواء من العداله والمساواه، وان مجلس الاداره يدرك واجبه تجاه النادي وجماهيره ويملك ادوات الحفاظ على حقوقه. زي الفل. هل حد ذكر ايه هي المخالفات ووثق لنا الكلام او ادانا دليل؟ لا. 2. التاكيد على الفتره الاخيره شهدت حملات ممنهجه لارهاب الحكام وخلط الاوراق وتزييف الحقائق. الله، ده كلام حلو قوي. ارهاب وخلط وتزييف لمصلحه طرف بعينه
دبر ونفذ هذه الحمله. مين هو الطرف؟ اي حد معدي من الشارع طالما بيان من الزمالك دبر ونفذ يبقى بيتكلم على الاهلي، مش كده ولا ايه؟ طب ما تقول الاهلي، ما قلتش ليه الاهلي؟ اشمعنى دي ما ذكرتش الاسم، قلت دبر ونفذ هذه الحمله. مش انت قصدك الاهلي؟ طب ما تقول الاهلي، ما قلتش ليه؟ وتقول لنا الاهلي عمل 1 2 3 واحنا عايزين المساواه، الاهلي دبر ونفذ. ايه هي الحمله؟ طب ايه هي التدبير فيها ايه؟ ما اعرفش. ان تلك الحمله اللي هو بيتكلم عليها حق البيان يعني حققت بعد غايتها وقادت التحكيم الى اخطاء فجه. لغايه دلوقتي فين هي؟ مش عارف. كان اخرها ما ارتكبه طاقم التحكيم مباراه الزمالك وسيراميكا في مباراه مسابقه الدوري الممتاز. ايه اديني الحاله، ايه اديني عقلك. ان حكم المباراه الاخيره دأب على مخالفات القانون اللي هو ايه؟ مفيش. وارتكاب اخطاء ضد نادي الزمالك على نحو ما تم تفصيله بالشكوى. طب ما تديني بقى حالات، مش انت راجل بتقول في حالات؟ اديني الحالات. هل حاله رجب نبيل دي ضربه جزاء؟ ان حكم مباراه سيراميكا سبق وان كشف عن افتقاد الحياديه والموضوعيه على نحو يستوجب المحاسبه. ماشي، على فكره تعاقب ساعتها لما قال انا مش مقتنع بكذا، كان ماتش الزمالك والمقاولين وتعاقب ولعب بعدها ماتشين 3 للزمالك وما حدش اتكلم. وطلب نادي الزمالك بسرعه تدارك الامر بخطوات اصلاحيه جاده وفعاله، اهمها اجراء تحقيق عاجل واعلان النتائج بكل شفافيه. ماشي. منع طاقم التحكيم المذكور من اداره مباريات الفريق الاول لكره القدم. ماشي. احاله كل من الناس بفقدان الحياديه والنزاهه الى لجنه الانضباط. حلو قوي. واخيرا يؤكد المجلس انه يراقب عن كثب ما سيتخذ اتحاد الكره ورابطه الانديه من خطوات لتصحيح المسار، ولن يسمح باستمرار تلك التجاوزات، وان الزمالك يملك من الادوات والاجراءات القانونيه التصعيديه التي تحمي حقوق النادي ومطالبه العادله. ماذا كان رد اتحاد الكره؟ لغايه دلوقتي اتحاد الكره ما ردش وتعامل مع الموضوع كأن لم يكن. لكن لجنه المسابقات زي ما قلت لكم خدت القرار التي رأت من وجهه نظرها انه صحيح. هنا بعض الناس تقول لي ايه؟ يبقى لجنه المسابقات خافت من بين الزمالك. لا، ما اقدرش اقول كده، لان الحكم للاسف الشديد ما دونش في تقريره حاجه وما قالش ان دونجا شده من التيشيرت وما طردش دونجا. يعني هي كانت تستوجب طرد عم احمد؟ طبعا، ده اللائحه اللي بتقول كده. طب وليه لما هي اللائحه بتقول كده لجنه المسابقات ما خدتش القرار ليه؟ قبل ما نلوم على لجنه المسابقات قالوا مع الحكم كابتن امين عمر. طب وانت شايف الحكم كان عادلا؟ انت مش بيتقال ان امين عمر اهلاوي؟ تمام. تالت وعاشر باشا، انت مش عايز يحكم لك، هذا حقك على فكره. وانا بقول اتحاد الكوره يعني شيل ده من ده ارتاح ده عنده، ماشي. بس ايه هو القرار اللي غير مسار المباراه؟ الزمالك للمره المليار بقولها، الزمالك كسب نقطه من هذا اللقاء بشهاده كابتن احمد عبد الحليم، بشهاده كابتن محمد عبد اللطيف، بشهاده اكتر من نجم زملكاوي جوه قناه نادي الزمالك، لدرجه ان محمد صبري اللي كان بيقدم الاستوديو ما نطقش. واللي ما يعرفش محمد صبري اقول له ان محمد صبري معجون بميه نادي الزمالك، يعني ما يطيقش حاجه اكتر من يعني خالص بره نادي الزمالك. لدرجه ان محمد صبري كان في ماتش الاهلي والزمالك والغي بعد 7 دقائق عشان امين عبد العزيز يعني عرقل ابراهيم حسن من خلفه، كان لسه تعديل في الجديد في القانون وطرد امين عبد العزيز والماتش ما اكتملش والزمالك انسحب. خرج محمد صبري وهو في قمه الغضب وقال ساعتها جايبين لنا حكم اهلاوي من فرنسا. مارك باتا ده كان حكم فرنساوي. فساعتها الناس كلها تندرت بهذا التصريح، جايبين لنا حكم اهلاوي من فرنسا. شوف بقى كان قد ايه متعصب محمد صبري، جه في الاستوديو ما نطقش، ما قالش حاجه. يعني الزمالك ما عملش اي حاجه تؤكد ان هو كان يستحق ال3 نقاط. انت بتقلل من الزمالك؟ اطلاقا. الزمالك محتاج الاستفاقه، الزمالك محتاج يخلص من بعض الامور الصعبه، الزمالك محتاج صفقات، الزمالك محتاج يخلص من ازمه زيزو اللي رايح جاي يويو. ابوي بيقول حاجه ومجلس الاداره بيقول حاجه، ولا ده عايز يقول الحقيقه ولا ده عايز يقول الحقيقه. الناس تقول لك ده عايز 100 مليون، لا ده عايز 80 مليون، لا ده عايز 50 مليون، احنا ما معناش في مقدمات عقود. لدرجه ان واحد صاحبه يعني عمل ستوري وحذفها بعد دقايق، قال لهم
قبل ما تتكلموا على زيزو وتقعدوا تحملوا زيزو المسؤوليه، روحوا جددوا للسبع لعيبه اللي هينتهي او يحق لهم التوقيع في يناير. في 7 لعيبه، منهم حمزه المسلوسي، منهم عبد الله السعيد، اعتقد منهم ناصر ماهر. في لعيبه كتير جدا يحق لها التوقيع في يناير. يعني ناصر ماهر مش منهم، بس في لعيبه تانية اعتقد حمزه المسلوسي من هذه الاسماء جنب زيزو، ابرزهم يعني سيف الجزيري كذلك. وبعد كده حذف هذا هذه الستوري يعني. الزمالك محتاج يخلص من هذه الازمات، واذا كان في تصدير لازمه للجنه الحكام او لاتحاد الكره على اساس ان في من دبر ونفذ وحاكى ونسج وعمل الكلام الكبير قوي اللي اتقال ده في البيان، فعمر الكلام ده ما ياكل عيش في الكوره. زي ما بعض الناس بتجري على السوشيال ميديا وتقعد تترجتها في دماغها، لكن الكلام ده في النهايه بيبقى عالم افتراضي. شكرا مع السلامه، نفس الكلام. البيانات دي ما بتعيش كتير. الناس بتفتكر الملعب، المكسب، الخساره، النقاط، مركزي ايه، نتائج ايه. وبمناسبه السوشيال ميديا، طبعا كل الناس كهربا وامام عاشور اذا كان في ناس حطهم في دماغهم وده حقيقي، فاللعيبه اصلا مش مخلصه لنفسها. ينبغي ان امام وكهربا يخلصوا لنفسهم ان هم يلعبوا كوره وبس. المثل كان دايما يقول امشي عدل يحتار ايه، بالظبط كده. انما كل شويه تصرف غريب يعني، رغم ان بعض الناس برضو هي بتنتقد، بتقول كلام غلط، بس هنصحح. عجبني ابو تريكه وهو بيقول له العب السهل، العب كورتك، ركز في الملعب، هتجيب مستواك، هتلعب كرة حلوة، ولما تسجل الموضوع مش محتاج ان انت تخلع التيشيرت وكأنك فتحت، يعني عملت فتح مبين. يعني انت في النهاية الاهلي كسب بعد 3 ماتشات متصدر مجموعته في دوري الابطال، ده الطبيعي. اول مواجهة تحصل واول كلام مباشر ما بين ابو تريكة وامام عاشور اللي بيحمل دلوقتي قميصه رقم 22. طبعا امام كان جاب جون وقعد قال حط ايده على ودنه ورمى تيشيرت النادي الاهلي، وكهربا شاله له من الارض، وقعد الناس تقول لك اهان تيشيرت الاهلي، وناس ما اعرفش تقول لك ايه. وصديقنا ابراهيم عبد الجواد قال جملتين خلال وجوده في راديو اون يعني يحتاجوا الى تصحيح. وهنا التصحيح من باب المحبه، مش من باب ان احنا بنزايد على بعض، لكن يعني اعتقد ان يعني ابراهيم عبد الجواد يعني اتكلم بالذاكره، فممكن تكون خانته الذاكره، لكن انا بتحفظ على بعض الالفاظ اللي اتقالت خلال مقدمه ابراهيم عبد الجواد بعد المباراه. يعني الموضوع ما كانش يعني احسن حاجه، لان الراجل قال الفاظ ما اعتقدش ان هو لما يسمعها هيبقى طبيعي انها تتقال بالمنظر ده. اعتقد ان ابراهيم يعني اسمعوا، عايزكم تسمعوا. اعقاب ماتش الزمالك وشباب بلوزداد عن امام عاشور وكهربا. يمكن احنا سالنا لحضراتكم من النهارده ايه رايكم في اللي حصل بعد او في اعقاب امام عاشور وكهربا. يمكن احنا سالنا لحضراتكم من ابتدي كلامي عن اللي حصل النهارده من الجماهير تجاه بعض اللاعبين، رفض اللعيبه ان هم يروحوا للجمهور. انا هتكلم في البدايه عن امام زكادودي عامله ايه. امام برضو مش قادر افهمه، يعني امال حسام حسن يعمل ايه، ولا خالد بيبو مثلا؟ يعني خالد بيبو اللي جاي في ماتش 6-1 4 تجوان في الزمالك في ماتش تاريخي يخلد في التاريخ، ما لا قلع التيشيرت ولا راح حط صباعه في ودانه، ولا انت ماتش منتهي يا امام، والفرقه اصلا في الشوط الاول كانت زي الزفت والفرقه. بس انا مش هسمع اكتر من كده. اولا انا متحفظ جدا على يعني هذا اللفظ يقال في الاذاعه او يقال من شخص محترم وصديق عزيز زي ابراهيم الجواد. اعتقد انه خانه اللفظ وما كان ينبغي ان يذكر اللفظ بهذه الطريقه. هو اسم محترم وراجل مهني، ما ينفعش
اللفظ يتقال كده. يعني هذا عتاب المحبه يا ابراهيم. ما اعتقدش ان انت كنت موافق كنت بتقول هذا اللفظ على النادي الاهلي. ممكن تقول المستوى متدني، مستوى غير لائق، مستوى مش هو ده النادي الاهلي، واحده من اقل الماتشات بتاعت كولر والنادي الاهلي، اوكي، انما اللفظ كان صعب، لا يصح. الحاجه الثانيه ان هناك مغالطه، لان خالد بيبو هنا، انا مش بقول ان ده صح، بس انا بقول الواقع نفسها ان خالد بيبو بالفعل في ماتش ال6-1 خلع التيشيرت بعد الجون السادس، وربنا يديه الصحه ويتم عليه شفاء وعافيته كابتن مدحت شلبي. ساعتها كان خالد بيبو انفرد من تمريره لسيد عبد الحفيظ، وراوغ محمد عبد المنصف وحطها من زاويه صعبه في الزاويه اليمنى لمحمد عبد المنصف. وساعتها الكابتن مدحت شلبي قعد يقول وهو والجون وهو والجون وهو والجون، وراح خالد بيبو للجماهير. وساعتها مدحت شلبي ربنا يديله الصحه قال اقول فيك ايه وعيد فيك ايه، خلصت فيك يا ابني كل الكلام. تمام. بالتالي خلع التيشيرت. لم يكن هذا قرارا يعني كويس يعني، بس انا بقول لك الواقع نفسها. لكن وانا بقول الكلام ده لان فعلا بيبو خلع التيشيرت، والناس جابت الصور، واللي مش مصدق يتفرج على الجون السادس للنادي الاهلي في ماتش الزمالك 6-1 ويشوف ان خالد بيبو خلع التيشيرت. بس في نقطه اهم، اذا كنت عايز اقارن وسام بامام، لان وسام سجل هاتريك وما فكرش يخلع التيشيرت، ما قلعش التيشيرت بتاعه، ما راحش للجمهور عمل لهم كده، ما عادش يقول لهم انا ما بسمعكوش وانا 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 وانا. الراجل كان نجم المباراه الاول، واستطاع ان هو يسجل من نص فرصه، كره عشوائيه كده هوب راح ناطط ولف 180 درجه وحطها لا توقع الحارس وحط جون. ده فتح الطريق النادي الاهلي انه يخش اوضه اللبس وهم واخدين نفس، تكسب، تنزل الشوط الثاني وانت عايز تكسب، بس جون تكسب. في الاهلي بدل ما يجيب جون جاب 5 وكسب 6-1. وسام ما قلعش التيشيرت يا امان. وسام ما عملش الستوري اللي انت عملتها عاشور 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 وشلتها برضه بعد دقايق، وما اعرفش ايه حكايه اللي حد ينزل ستوري ويشيله بعد دقايق. وكله بيتسجل يا جماعه، كله بيتدون وكله بيتاخد سكرين. فاعتقد ان للمره المليار بنقول يا امام ما ينفعش. بالنسبه للكهرباء طبعا الناس قالت قصه الجمهور والناس اللي شتم، انا ضد اي شتيمه للمره المليار بقولها، لكن لابد ان جماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي يكون في نقاط اتصال او نقاط تقاطع او حلقه وصل. مش معقول كل ماتش الاهلي يعني بدل ما يفرح يلاقي نفسه في معركه داخليه. انت كسبان 6-1 وكسبان شباب بالوزداد ومتصدر مجموعتك وعندك 7 نقاط، تعادل، فوز على الماتش الاولاني وتعادل مع اورلاندو بايرتس والفوز على شباب بالوزداد، عندك 7 نقط ومتصدر مجموعتك. بتصدر نفسك بقى مشاكل ليه؟ اصل الناس زعلانه من ماتش باتشوكا، حقها، الناس غضبانه، اغضب، عامل لعيبك بانتقاد وبقسوه، لكن بلاش تجاوز، بلاش تجاوز. الشناوي اللي يعني كان عايز يروح للجمهور وكهربا اللي قال لا، بيتقال كده يعني. انا شفت بعض الفيديوهات وناس حملت الموقف للكابتن محمد رمضان، بقيت حاسس بمتاهه. دي الامور دي محتاجه ايضاح. ده انت عندك قناه اسمها قناه النادي الاهلي، يعني عندك منصه كبيره غير منصتك الاعلاميه الاخرى الالكترونيه. مش بتكلم على الجان انا بتكلم على موقع النادي الاهلي. في مواقع محسوبه على النادي الاهلي اسمها كده الاهلي.com، الاهلي فانز، وات ايفر يعني. وفي صفحات اصلا اهلاويه برضه، ما بقولش الجان، بقول صفحات اهلاويه. ممكن جدا الكلام ده يتعمل بشكل توضح بيه الدنيا. لازم مجلس اداره النادي الاهلي يكون له دور. انا اعلم ان الاستاذ الدكتور محمد سراج عنده تواصل مع جماهير النادي الاهلي،
استاذ محمد الجرحي عنده تواصل مع جماهير الاهلي. استاذ محمد الضماطي عنده تواصل مع جماهير الاهلي. وقبل كل هؤلاء المهندس خالد مرتجع عنده تواصل مع جماهير الاهلي. انا بتكلم على تواصل مباشر. طبعا الكابتن الخطيب الراجل محبوب الملايين، لكن في تواصل مباشر. فممكن التواصل ده يصب في مصلحه الفرقه. يا جماعه يعني ممكن نعقد اجتماع نصفي الاجواء، رؤوس المشجعين كده مع اللعيبه الكبار، تجيب الشناوي، تجيب السوليه، تجيب رامي ربيعه، نتكلم يا جماعه الناس زعلانه من كذا، 1 2 3، وتنقل وجهات النظر. واللعيبه اللي عندها قصور زي كهربا، والناس عندها حق انها تزعل من كهربا، كان ممكن يخلص ماتش باتشوكا في الملعب، لكنه يعني اهدر في انفراد برعونه شديده واهمال، وكان ممكن يخلص بضربه جزاء لكن لم يكن موفقا فيها. علما بان، شوف انا بقول بمنتهى الصراحه والوضوح، كهربا ركنها كويس، لكن في النهايه الحارس كان متصدي. يعني هي ظروفه جت كده، يعني انما هو ركنها. يعني الكره راحت فعلا في ارتفاع كويس بقوه كويسه، لكن الحارس كان متوقع وراح. يمكن عشان الوضع التشريحي اللي كهربا كان بيديله حق كده، ماشي. لكن كهربا بشكل عام بصرف النظر عن الكره دي، يعني الكره دي لوحدها كان ممكن جمهور النادي الاهلي ما يقفش عندها كتير، حتى لو كانت سبب في ان الاهلي بعد. لكن جمهور الاهلي لما بيقيم كهربا بيقيمه على اساس تصرفات، على اساس لياقه مش موجوده، والناس مستحمله ماتش واثنين وثلاثه و10 و15 و20 وموسم. وانت كهربا مش انت اللي معروف عنك ان انت بتنهي وتفنش. مش انت، مش ده كهربا اللي كان قبل ما يسدد الغرامه. وحط تحت اللي انا بقوله ده 100 خط، حضرتك وحضرتك وانا بتكلم. كهربا قبل تسديد الغرامه كان سبحان الله حاجه غير، وربنا كرمه اخر كرم. وكهربا بعد ما سدد الغرامه ما تعرفش ايه اللي حصل. بص احمد عبد الله ده لئيم قوي. حبيبي يا احمد، بقول لك نفتتح اللايف ب1000 تكبيسه. اقسم بالله انا ما اعرف يعني ايه تكبيسه لغايه دلوقتي. انا بسمع الكلمه دي بس ما بقولهاش. بس عشان احمد عبد الله دخل كتبها فانا قلت كلامه ان انا ما بقولش الكلام ده يعني يا جماعه. وما اعرفش والله، ما اعرف يعني ايه تكبيسه دي. ناس كتيره بتيجي تتكلم بس انا ما اعرفش، يعني الحقيقه ما اعرفش. طيب مش هغير مواعيدي يا دودي، انا ان شاء الله هحاول بثبت مواعيدي ان شاء الله على حسب الظروف الواحد يعني. ارجع كمان لقصه، وانت بقى بتفكر تدعم، لان النادي الاهلي عنده مشكله في التدعيمات. النادي الاهلي لو اسامه ابو علي كان في حاجات كتير قوي حصلت. ده يعني ربنا بيحب الاهلي انه اسامه ابو علي ده جه في يناير اللي فات. اسامه ابو علي شريك فاعل في الفوز بدوري ابطال، شريك فاعل في الفوز ب السوبر المصري، شريك فاعل في الفوز بالدوري المصري. له بصمات كبيره جدا، وهو هداف الدوري. ده جه في يناير، يعني جه بنص موسم تقريبا، والراجل عمل ايه؟ خد هداف الدوري. وهو امبارح برضه فتح الجيب. لكن هل الاهلي بقيمته الكبيره هيبقى معتمد على راس حربه واحد موسم ما يقلش ماتشاته عن 40 50 ماتش؟ صعب جدا، صعب جدا، صعب جدا يا جماعه. فدي نقطه مهمه جدا خلت النادي الاهلي يفكر في بعض الاسماء، ومن ضمن الاسماء المطروحه بغداد بونجاح. مين؟ بغداد بونجاح. بغداد بونجاح رغم ان اتقال انه عقده مستمر ل 2027 مع الشمال القطري، ورغم انه اتقال ان هو دلوقتي في باريس، انا اؤكد لكم ان بغداد بونجاح وصل القاهره. نعم، بغداد بونجاح في القاهره. بغداد بونجاح بالقاهره، واذا تمت المفاوضات على خير يبقى الاهلي سيتمم بنجاح صفقه بغداد بونجاح. تاني، لو تمت على خير يبقى الاهلي بنجاح سيبرم صفقه بغداد بونجاح، صفقه من العيار الثقيل. بعض الناس تقول لك يا عم ده كبير في السن. يا باشا حلو، ان شاء الله يكون عنده 40 سنه. بغداد بونجاح بيعرف يسجل من نصف فرصه. بغداد بونجاح لاعب لياقته البدنيه عاليه ومحترمه. بغداد بونجاح لعيب دولي من الطراز الرفيع، نجم منتخب الجزائر، وشفناه في كاس الامم اللي فاتت ما شاء الله، كان عامل بطوله برضه هايله.
اعتقد ان احنا يعني بصدد صفقه هتكون مهمه جدا النادي الاهلي في ظل تلاحم المباريات والبطولات في الفتره اللي جايه، اذا نجح النادي الاهلي في ابرام هذه الصفقه. وصورته بمطار القاهره طبعا الناس بتقول لي هو في مصر طبعا، وانا قلت الكلام ده كلام سليم. بكام؟ لسه بقى الدنيا فيها ايه. راتبه عالي؟ ما اقدرش انكر، لكن الاهلي هيتفق معاه على ايه؟ ولا يهم جمهور الاهلي في حاجه. النادي الاهلي وجماهيره يهمهم ان حد يدعم ويجيب بطولات. انت حاطط نفسك في كاتيجوري مختلف، يبقى لازم يكون عندك لاعب مختلف. الاهلي دخل على الانتر كونتيننتال عايز راس حربه، ولازم يجي من دلوقتي عشان يبقى عندك اسامه ابو علي، عايزك بغداد بنجاح، حد طلع من تحت كويس. ما اعرفش بقى كهربا هيكمل ولا يتباع في يناير، كل الانباء بتتردد ان هو هيمشي في يناير، لكن ممكن يكمل. في النهايه كهربا لو عايز يكمل هيعرف يكمل، لو مش هيعرف يكمل يبقى مشكلته هو مش مشكله حد، لانه خد بدل الفرصه 100 من اداره النادي الاهلي ومن مجلس من الجهاز الفني ومن جمهور النادي الاهلي. طيب عايز كمان اكلم حضراتكم على كابتن محمد جودة. طبعا في ناس بتقول ان بيرسي تاو على اعتاب الدوري القطري، هل هيكون ده ضمن صفقه تبادليه؟ يعني وارد. هل علي معلول ممكن ياخد الجنسيه المصريه؟ الكلام جالي من 3 ايام، واتقال النادي الاهلي بيفكر جديا ان هو يمنحه الجنسيه وبيشوف الشروط وفقا لقانون منح الجنسيه المصريه. طبعا مش هيأثر على جنسيته التونسيه اللي بيمثل بسببها المنتخب التونسي. حد يقول لي ده يا عم ده بطل منتخب تونس، يا جماعه هو كان مصاب، بعد ما هيرجع من الاصابه هنشوف بقى هو هيعتزل دوليا ولا المنتخب مش هيستدعيه، وات ايفر يعني. مش هي دي القضيه، كده كده خلاص يعني. انت مش مستني علي معلول يلعب منتخب مصر يعني، خلاص طالما لعب منتخب تونس ان شاء الله مباراه واحده مع الفريق الكبير او المنتخب الاول وفقا لقانون الفيفا، خلاص ما ينفعش يلعب في اي منتخب تاني. فالاهلي مش عايز عشان منتخب مصر يلعب منتخب مصر، طبعا الاهلي علشان يقدر يأيد كمان لعيب يعني اجنبي، لان انت لما تأيد معلول وترجع بغداد بنجاح فكده الاجانب اكتملت. لو انت ايدته كمصري هنا الامور بتختلف بشكل كبير جدا، ممكن تأيد لعيب اجنبي كمان. والاهلي يعني محتاج دعم في اكتر من خط. مش معنى كده ان الفرقه وحشه، مش معنى كده ان في حد مقصر، بس في كواليتي محتاجه انت يصنع لك الفارق، يزود لك الغله، يعمل لك انتاج افضل. لما تلاقي لعيب بقيمه علي معلول مع الاسماء الموجوده، لا يصنع الفارق. شوف حسين الشحات هيوصل لمستوى شكله ايه، شوف وسام علي ابو علي ممكن يجيب كام جون. لما تلاقي حد بقيمه بغداد بنجاح ممكن جدا يعني يعمل انتاج كويس جنب وسام ابو علي، وممكن جدا الاثنين يلعبوا مع بعض عادي. فرقه كبيره زي النادي الاهلي بتبقى محتاج في وقت كتير جدا راس حربه واثنين، او يحصل تبادل، او يحصل حتى الروتيشن الطبيعي. بقول لك انت هتلعب مش اقل من 50 مباراه ما بين دوري ودوري ابطال وانتر كونتيننتال كاس مصر ورابطه. الاهلي بيلعب في رابطه السنه دي، ففي ماتشات كتيره جدا 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 جدا. طيب كمان انا شفت تصريح كده للكابتن محمد جوده، وتصريح للكابتن احمد بلال، وتصريح للكابتن احمد ابو مسلم. طبعا في ناس مع الجمهور وناس ضد الجمهور، لكن جوده قال يعني الجمهور الاهلي خط احمر ويجب اقاله الكابتن محمد رمضان ويعني بيع كهرباء. هذه امور عاطفيه، قرار البيع لازم يكون له محددات، وفي النهايه حسب حاجه النادي الاهلي، والقرار لازم يكون قرار يتعلق بالمصلحه بتاعت النادي. الا اذا كان في حاجه اخلاقيه ده حاجه تانية، لكن اذا كان مفيش حاجه اخلاقيه بمصلحه النادي هيتباع، عندي بديل، اتفضل يجي ويمشي كهرباء اعاره بقى بيع براحتك. انما كابتن محمد رمضان رغم كل يعني الدوشه اللي معموله، هو انا اعتقد ان انت محتاج كابتن محمد رمضان كمدير رياضي يعمل لك بقى استراتيجيه كره القدم في النادي، وتجيب مدير كوره قريب من السن وعنده نفس السمات الشخصيه، او اسم كبير ويقدر يتعامل مع هذا الجيل، اسم كبير ويقدر يتعامل مع هذا الجيل. يعني مش عايز اقول لحضراتكم اكتر من كده، يعني دي ابرز الاخبار اللي عندي. وتاني وتالت ورابع
بقول ان زيزو اتمنى ان هو ينتهي من هذا المسلسل، واتمنى اداره الزمالك زي ما هي عملت بيان قوي كده في موضوع التحكيم توضح الموضوع بشكل واضح في موضوع زيزو، لان انت عايز زيزو وزيزو عايز يقعد، بس زيزو عايز ياخد منك اكبر قدر ممكن من الفلوس، ومن حقك ان انت تطلب من ممدوح عباس او غيره دعم، وطالما هو هيديك مفيش مانع. ومش تقوليش اوضه اللبس زي ما انا بقول هو بغداد ونجاح، انت لازم تجيب كواليتي كويس. جادد لزيزو، شوف انت هتدي له كام توصل معاه لطريق وسط ويخلص الموضوع. انما مثلا لما توصل معاه ل 60 ويقول لك انا عايز 100، يا باشا طلعه المسرح. يعني يا باشا عرضت عليه 60 مليون وهو عايز يمشي، لان جمهور الزمالك برضو زهق من الطريقه دي، ولا الاداره عايزه تقول الكلام بشكل واضح، ولا اللاعب ولا ابوه عايزين يقولوا الكلام بشكل واضح، وكل واحد عايز يسلم التاني للجمهور. قول لي انت عايز كام، المبلغ المتاح عندي كذا، ده اللي هقدر ادفعه، وانت عايز كذا، واطلع بقى اعمل بيان بالكلام ده واخلص. زي ما انت عملت بيان من حوالي 4 اشهر وقلت ان احنا المفاوضات مستمره ولا زالت مستمره، والتجديد زيزو هيبقى خلال ايام ويجي بكره زي ما عفاف فرادي بتقول، ويجي بكره واقول لك بكره، ولغايه دلوقتي ما حدش جدد لزيزو، داخلين على يناير كلها اسبوع. ايه اللي هيحصل؟ هنشوف الدنيا فين. بس انا قبل ما اختم باكد لكم وببصل لكم بالعشره، حتى الان مفيش ولا نادي سعودي يقدم عرض لزيزو، حتى الان مفيش ولا نادي اوروبي يقدم عرض لزيزو. زيزو قدام عنده عروض من قطر، عنده عروض من الكويت. هل هيروح العربي الكويتي او هل هيروح الدوري القطري ولا هيقعد في الزمالك؟ ايه اللي هيحدد الموقف؟ خلونا نتفرج خلال الاسبوع ده الوضع ايه. شكرا جزيلا، السلام عليكم.